سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في مائلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. دعوة للإريتريين في الخارج للتسلح بالعلم والمعرفة. اختتام منافسات جائزة والد الثقافية. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يقر خطة خمسية استراتيجية. مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا. تصاعد التوتر بين ترامب وبيترو بعد تهديدات عسكرية ضد كولومبيا. كوريا الشمالية تجري أول تجربة صاروخية هذا العام. السلام عليكم ورحمة الله. دعا سفير إريتريا في إيطاليا والدول الإسكندنافية ومنسق السفارات الإريترية في أوروبا سيد فسازيون بيتروس دعا الإريتريين في الخارج للعمل المنسق المدعوم بالعلم والمعرفة لإنجاح مهامهم الوطنية عام 2026. وقدم في السيمينار الذي عقده في التجمع الوطني الكبير الذي التأم في جنيف السويسرية يوم 3 يناير بمناسبة العام الجديد تحت شعار مستعدون للتصدي بوعي لكل المستجدات، قدم توضيحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وقال إن الشعب الإريتري في الداخل والمهجر تجاوز جميع التحديات في السنوات الماضية بوحدة متينة وحافظا على قيمه الوطنية والانتقال إلى مرحلة مبشرة، مذكرا أعضاء الجبهة الرابعة وخاصة الشباب للمساهمة بوعي وتماسك قوي في البرامج الوطنية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هابتون زرآي بأن جميع التحديات تم تجاوزها بفضل الجهد الكبير والعمل المنسق والوصول إلى مرحلة آمنة، وإن البرنامج الثقافي الذي شارك فيه الفنانون القدامى والشباب نتاج ذلك، وله رسالة كبيرة تتجاوز الاحتفال بالسنة الجديدة. وقال رئيس اللجنة الوطنية سيد محرة آب مالك إن البرامج الوطنية والحفاظ على القيم تتحقق فقط بالوحدة والتنظيم القوي، مناديا لتنظيم مثل هذه التجمعات الوطنية باستمرار. من جانبه قال رئيس شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في سويسرا الشاب ستيفانوس روسو إن البرنامج الثقافي ضم فنانين من 3 مراحل، داعيا الشباب باعتبارهم نواة الأجيال للعمل المسؤول والواعي. اختتمت منافسات جوائز والتا التي نظمتها وزارة الدفاع واستمرت لما يقرب من 3 أشهر. اختتمت في 2 يناير بحفل أقيم في سينما روما في العاصمة أسمرة. شاركت فرق فنية تابعة للقيادة الشرقية والقيادة الغربية والقوات البحرية والقوات الخاصة والقيادة الوسطى والجيش الشعبي وكتيبة المدرعات 74 ومركز تدريب قوات الدفاع بساوة وموظفي القيادة الإدارية ببلزة في المسابقة التي تضمنت الرقص والموسيقى والغناء والدراما والكوميديا والمسرح والرسم وإلقاء القصص القصيرة والشعر. وفازت فرقة قرمخل الفنية التابعة للقيادة الوسطى بلقب جائزة والتا لعام 2025. في غضون ذلك حظيت فرقة قرمخل الفنية باستقبال حافل في مدينة دكة محري في 3 يناير وفقا لأنباء هيئة الإرشاد والتوجيه المعنوي للقيادة الوسطى. وذكر مسؤول هيئة الإرشاد والتوجيه المعنوي للقيادة الوسطى أن المسابقة كانت بمثابة اختبار وتشجيع، معربا عن ثقته من أنها ستقام على نطاق أوسع في المستقبل. وذكر قائد القيادة الوسطى العميد تخلق فلاي الأعضاء بضرورة رفع معنوياتهم والاستعداد للمنافسة والمهام القادمة، مؤكدا أن النجاح هو نتيجة الوحدة والعمل الجاد هو أهم ركائز الآداب العسكرية. وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا على خطة عمل استراتيجية ل5 سنوات القادمة في اجتماع عقد في أسمر يوم 3 يناير. وقد قيم التقرير الذي تم تقديمه على مستوى الاتحاد خلال السنوات ال5 الماضية من حيث التخطيط والتنفيذ
الأنشطة التي تم تنفيذها لتوسيع المنظمات والتدريب المهني المقدم لخلق ظروف اقتصادية مكتفية ذاتيا للشباب، والمعارض والمسابقات المنظمة لتشجيع ابتكار الشباب وريادة الأعمال. وأخيرا ناقشت اللجنة التنفيذية مسودة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تحت شعار إيقاظ الشباب وتنظيمهم وتجهيزهم، بالتركيز على 5 أهداف: هي تعزيز دور الشباب والطلاب في برامج التنمية والتصدي بالتنظيم والوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي على حد سواء. وأشار رئيس الاتحاد السيد صالح أحمد دين إلى أن التخطيط الاستراتيجي هو أسلوب لتحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة مع مراعاة الفرص والتهديدات والتركيز على الأهداف الرئيسية وتنسيق الرؤية والأهداف. وأشاد بجميع الشركاء وخاصة وزارة التعليم لتعاونها في حملة التوعية، وحث المؤسسات المعنية على تعزيز تعاونها في خلق الزخم والتحفيز في المهمة الوطنية المتمثلة في بناء شباب كفء. اختتمت فعاليات تنظيمات شباب مصنع الإسمنت يوم 3 يناير بتنظيم سيمينارات ومسابقات رياضية وثقافية مختلفة. وعقد في ختام الفعاليات التي بدأت منذ 18 من شهر ديسمبر الماضي، عقد مسؤول التأطير في فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بشمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف سيمينارا حول دور الشباب في التنمية والتصدي. وشكر رئيس تنظيمات الشباب العمال في مصنع الإسمنت المهندس صالح محمد نور المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات، خاصة إدارة مصنع الإسمنت واتحاد كرة القدم بالإقليم واتحاد الشباب والطلاب والقوات البحرية الإريترية. وأشار المدير التنفيذي لمصنع إسمنت إريتريا سيد والداي كيداني إلى دور المهرجانات والفعاليات المماثلة في تنمية الشباب جسديا وعقليا لا يستهان بها، وكذا مجددا استعداده لدعم مثل هذه المبادرات البناءة في المستقبل. وتم تقديم الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين والفرق ضمن مراسم الحفل الختامي. هذا ويوظف مصنع الإسمنت أكثر من 250 شابا بحسب الأنباء الذي وردتنا. تجري أعمال صيانة لطريق ترابي يربط بين 8 إدارات ضواحي تابعة لمديرية حلحل بمشاركة الأهالي والجيش الشعبي. وفاد مدير المديرية سيد برمازيون إبراهيم العمل يشمل رصف الطريق الذي جرفته السيول في فصل الخريف الماضي، بالإضافة إلى بناء وإصلاح الجدران الجانبية وقنوات تصريف السيول. وأوضح المشاركون من جانبهم أن مسألة إصلاح الطرق تمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم، لأنها محرك أساسي لتطوير أعمالهم. وأضاف مسؤول مكتب الجبهة بالمديرية سيد سليمان عمر إن الحملة جزء من برامج التنمية والتطوير التي ينفذها الشعب والمؤسسات الحكومية على مستوى المديريات. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت الشرطة في نيجيريا إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وخطف آخرون عندما هاجم مسلحون سوقا في ولاية النيجر. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق اقتحموا سوق كاسوان داجي في قرية ديمو وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية. وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم إنه أمر السلطات بملاحقة الجناه وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات. وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من 300 من التلاميذ والموظفين في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة الكولومبية، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تبدو جيدة بالنسبة له. وجاءت تصريحاته على متن طائرة الرئاسة، حيث وصف كولومبيا بأنها مريضة جدا، واتهم الرئيس غوستافو بيترو بأنه رجل مريض يصنع الكوكايين ويبيعه للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا.
وعند سؤاله عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب بشكل مباشر: يبدو الأمر جيدا بالنسبة لي. هذه التصريحات جاءت عقب العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات. بجانبه رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة هذه الاتهامات والتهديدات، مؤكدا أن اسمه لا يرتبط بأي ملفات قضائية متعلقة بالاتجار بالمخدرات، مطالبا ترامب بالتوقف عن تشويه سمعته. كما ندد بالعمل العسكري الأمريكي في المنطقة، واعتبر عملية اعتقال مادورو غير قانونية. أجرت كوريا الشمالية أول تجربة صاروخية لها هذا العام بإطلاق عدة صواريخ باليستية قطعت مسافات وصلت إلى نحو 950 كيلومترا وسط متابعة عسكرية دقيقة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. الإطلاق جرى من مناطق قريبة من بيونغ يانغ، وقطعت الصواريخ مسافات تراوحت بين 900 و 950 كيلومترا بحسب التقديرات الأولية. وأكدت سيول أن الجيش الكوري الجنوبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة يتابع بدقة خصائص الصواريخ التي جرى إطلاقها، مشددة على رفع مستوى الجهوزية العسكرية تحسبا لأي تطورات إضافية. الإطلاق الصاروخي جاء بعد يوم واحد من تنفيذ الولايات المتحدة عملية في فنزويلا انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. ونددت كوريا الشمالية باعتقال مادورو، ووصفت العملية الأمريكية بأنها تمثل تعديا على سيادة فنزويلا. دعا رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الصين إلى التبادل التجاري الحر، وذلك في مباحثات أجراها مع الرئيس شي جين بينغ في بكين في ظل التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وتتولى دبلن في يوليو المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ويشكو الأوروبيون من اختلال ميزان المبادلات التجارية لمصلحة الصين، ثاني اقتصاد في العالم، في ظل القيود المفروضة على الدخول إلى السوق الصينية. وقال مارتن أمام الصحفيين في قصر الشعب في بكين: نؤمن بالتبادل التجاري الحر والعلاقات المنفتحة. وقال الرئيس الصيني: منذ أن أقامت الصين وأيرلندا شراكة متبادلة المنفعة في العام 2012 تضاعف حجم التجارة 4 مرات، ونمت الاستثمارات المتبادلة بشكل متوازن. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة للإريتريين في الخارج للتسلح بالعلم والمعرفة. اختتام منافسات جائزة والتا الثقافية. الاتحاد الوطني للشباب والطلاب يقر خطة 5 استراتيجية. مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا. تصاعد التوتر بين ترامب وبيترو بعد تهديدات عسكرية ضد كولومبيا. كوريا الشمالية تجري أول تجربة صاروخية هذا العام. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.